السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لك على موقف حصل معايا. حضرت جنازة من يومين ورحت على المقابر عشان الدفنة، وقبل ما الشيخ يقول الموعظة اللي بيكون من خلالها الدعاء للميت، لقيت حاجة غريبة حصلت في الموقف ده. في وسط المقابر دي كلها شميت واحنا واقفين ريحة السجاير وسط المقابر. ايوه وسط المقابر، والريحة مثلا مش في الطريق نفسه بتاع المقابر، انما ريحة السجاير دي نفسها من قدام الجنازة اللي احنا اصلا واقفين فيها، يعني قدام قبر المتوفى. سجاير في وسط ناس ربنا سبحانه وتعالى جابهم في المكان ده عشان يديلهم رسالة يمكن كانت غايبة عنهم من زمان، مع ان نفس المكان اللي احنا بنخاف منه ده هنخشه عاجلا ام آجلا. الرسائل اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها للإنسان عشان يقول له فوق كفاية كده، رسالة عشان الإنسان ما يبقاش معاه الحجة لما ربنا سبحانه وتعالى يسأله ويقول له انت اتجرأت على معصية ازاي. ريحة سجاير في المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو كان ما بعده أشد منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ركز كده في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نجا منه كان ما بعده أيسر منه. ياه، ده طلع الموضوع كبير بقى ولا إيه؟ ده طلع المكان ده أول الامتحان وأصعبه بقى. ريحة سجاير في وسط ملكوت الأموات دي كلها، اللي كل واحد فيهم عايش في عالم لوحده، اللي بيتعذب هنا واللي بيتنعم هناك، واللي بينادي على أهل الأرض ويقول لهم أنا نفسي أرجع بس لحظة في الدنيا، بس انا نفسي ارجع مش عشان خاطر اللي انتوا عايشين عشانه ده، انا نفسي ارجع عشان اصلي ولو ركعتين لله سبحانه وتعالى، ولا نفسه يرجع مثلا عشان يشرب له سيجارتين ولا حاجه. ومش هقف في نهايه القصه هنا واقول لك ان الراجل مثلا بطل شرب سجاير. الشيخ لما بدا يقول الموعظه انا لمحت اللي بيشرب سجاير وبصيت عليه وخليت عيني عليه واشوف هو هيعمل ايه، يا ترى هيرمي السيجاره ولا هيطفيها ولا هيعمل ايه الراجل ده. لكن الراجل اللي بيشرب السيجاره ده فضل مكمل، وكل اللي عمله انه خبى السيجاره بس، على اساس يعني ان هو لو خباها كده محدش هيعرف انه بيدخن مثلا. انت ممكن تقول الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده عادي، ولكن بس انا كل اللي جاي اقول لك عليه ان في آية في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بعض القلوب اللي هي اصبحت كالحجارة، بل بالعكس ده الحجارة افضل من القلوب دي. وخد بالك ان الآية اللي في سورة البقرة دي نزلت في بني اسرائيل يعني اليهود، ولكن الحسرة انك تلاقي دلوقتي ناس من المسلمين هي اللي قلوبهم بقت خرسانه، ولما يجي لهم الفرصه من ربنا سبحانه وتعالى عشان قلوبهم تلين شويه يرفض ويجي يندم في يوم ما ينفعش فيه الندم، وتبقى طاعه ربنا سبحانه وتعالى خلاص قربت عليه اهي، يجي يقول لك خلاص مش مهم مش عايز اعمل حاجه. اخر حاجه بقى هقول لك عليها ان المكان ده الامتحان اللي لو حليت فيه صح كله بعد كده هيبقى تمام. ده الموضوع طلع بجد ولازم اخاف بقى.